شنو جبتي لي انا كمواطن؟ اشنو جبتي لي؟ مازال الرشوه قهرتنا الرشوه، فين ما مشيتي مازال الرشوه. اشنو دارت هذه الهيئه ديال الرشوه؟ 6 ولا 7 ديال البنوك ما عندوش فين يمشي، عنده 9 ولا 10 ديال شركات المحروقات ما عندوش فين يمشي، متفقين على الاثمنه، ايوا ديروا بينا اللي بغيتوا وزيدوا كملوا علينا بالبطاطا وخيزو ومطيشه ولاريكو والقرعه. كنرجع لمجلس المنافسه، القرار ديالو البلاغ ما لقيتش المؤاخذه اللي كياخذ هذا المجلس في البلاغ ماشي في القرار. البلاغ المفروض، حيت البلاغ هو اللي كيتوجه للعموم، اذا خصو يقول للعموم ها شنو المؤاخذه اللي عندي على هذه الشركه، وفقط وعليه وتبع لمسار التحقيق التي باشرتها المصالح المختصه بالمجلس تم تبليغ مؤاخذات الى 9 شركات تنشط في اسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والى المنظمه المهنيه لهذه الشركات طبقا الاحكام ماده 29. وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ اصدره المقرر العام في شهر غشت 2013. هذا المقرر واش العموم غادي يمشيو يقراو المقرر؟ راه في البلاغ خصني نقول شنو هي المؤاخذات اللي درت. ابدت الشركات المعنيه منظمه رغبتها في الاستفاده من المقتضيات. صافي دخلنا انتم شوفوا المقدمه كنذكروا بالنص القانوني اللي غادي نطبقوا. وقد راسل مجلس المنافسه ال9 شركات بالمؤاخذات، وفي اعقاب ذلك ابدت الشركه استعدادها للقيام بمصلحه بمسطره الصلح الذي ينص عليه الفصل 37 من القانون المقرر، يعني القرار اللي كيلتجئ له رئيس مجلس المنافسه، يعني المجلس ديالهم، وكيبدا يبحثوا ويحقوا ويديروا الصلح. لا خصنا يقولوا لنا في هذا البلاغ، لان هذا هو البلاغ اللي غادي يتوجه للعموم، يقول لهم ها المؤاخذات اللي درنا. ففقط تبين لي بانه استنتجت وقلت المفروض يقولوا ها المؤاخذات وها الصلح وها الاطار القانوني وها المبلغ ديال الغرامه التصالحيه اللي اتفقنا عليها. اذا ما تكلموش على المخالفه اللي داروا في البلاغ، تنهضر على البلاغ، حيت البلاغ هو اللي متوجه للعموم، والعموم ما غاديش يمشي يقلب على المقرر الا المخصصين، هما اللي غادي يمشيو يقلبوا على المقرر. اذا فتيقول بانه استنتجت بانه هاد الشركات ما تبعوش الثمن ديال البرميل على المستوى الدولي ديال البترول، لان ملي كيرتفع ثمن البرميل هنا غادي يتزاد ايضا الثمن ديال البنزين والغازوال، وملي غادي يهبط البرميل ثمن ديال البرميل خص الثمن هنا يهبط. هذا غير استنتجته لان قايلينه في واحد الفقره بسيطه. ثم تنهضروا على اتفاق، إذن تم الوصول الى واحد التصالح، وعلى اثره قرروا باش يحكموا على هذا بالصلح، يعني كتسويه تصالحيه بالنسبه لجميع الشركات والمنظمات المهنيه، انهم يخلصوا 1,840 مليون ديال الدرهم و410 ألف درهم و426، يعني تقريبا 2 المليار ديال الدرهم كغرامه. واخا ملي كنرجع للقانون، القانون ديال 114 اللي تيتكلم على حريه المنافسه، حريه الاثمنه والمنافسه، اش كيقول واحد الفصل؟ يمكن طلب من المنظمات، غادي نهضر على واحد المعلومه ديال التدخل ديال الاداره، فكريني فيها غدا فوزيه، تدخل الاداره في تحديد الاثمنه استثنائيا. غادي نمشي غير الفصل 6 او الماده 6 من هذا القانون 114. اش يقول؟ تحظر الاعمال المدبره، الاعمال المدبره او الاتفاقيات او الاتفاقات او التحالفات الصريحه او الضمنيه كيفما كان شكلها وايا كان سببها، عندما يكون الغرض منها ان يمكن ان تترتب عليها، يكون الغرض منها ان يمكن ان تترتب عليها عرقله المنافسه او الحد منها او تحريف سيرها في السوق. يعني الاتفاقيات ممنوعه سواء ضمنيه او صريحه، او اتفاقات او تحالفات سواء ضمنيه او صريحه، اللي الهدف ديالها هو اننا نوحدوا مثلا الثمن. ياك هذه الماده 6 كتمنع. الماده 75 كتعاقب،
اشنو هي العقوبه؟ العقوبه هي الغرامه من 20,000 درهم حتى ل 500,000 درهم اذا كانت الذاكره ديالي ما كتخونيش. العقوبه من 10,000 درهم حتى ل 500,000 درهم، او الحبس من شهرين الى سنه. هذه العقوبه. 9 ديال الشركات، علاش قلت لك ما عطاوناش المخالفه؟ اشنو هي المخالفه اللي ارتكبوها الشركات؟ الا كانوا 9 الشركات بغينا نعرفوا شحال حكموا على كل شركه. عطاونا مليار و8. مليار واش كلهم ولا كل وحده؟ هما 9 بهم مليار 8. ما كاينينش واش مسؤوليه تضامنيه ولا فرديا؟ واش كل وحده تخلص مليار و800 ولا مسؤوليه تضامنيه كل واحد غادي يخلط واحد العلاقات تناسبيه وبناء على اي معيار؟ اذن والغرامه قلنا كنتكلموا من 10,000 ل 500,000 درهم، يعني يقولوا لنا غير في اطار السلطه التقديريه اللي عند هذا المجلس اشنو هي القاعده اللي تبعوها باش نعرفوا كيفاش حدوا هذه الغرامه. طيب هذا بالنسبه للبنزين، هذا السوق ديال المحروقات. ايوا يا ريت المجلس المنافسه يتحرك ويشوف لنا التامين، سوق التامين. ياك عندنا حريه المنافسه، عندنا حريه الاثمنه والمنافسه الحره، ويشوفوا لنا علاش التامين في النظام، التامين على المسؤوليه التقصيريه او المسؤوليه المدنيه، علاش كاين توحيد في الاثمنه؟ علاش الشركات كلهم نفس الاثمنه وكيبقاو يديروا لنا زعما شويه ديال الفرق، دراهمات ديال الفرق في التامين على المسؤوليه المدنيه؟ زعما راه كاين اختلاف؟ لا. واش نغطيو الشمس بالغربال؟ واش حنا كنردعوا صبعنا؟ زعما ما بايناش بانه راه كاين اتفاقيات ضمنيه نفس الاثمنه بالنسبه لسوق التامين؟ كاين الاختلاف، اي نعم، في الضمانات التعاقديه، هذوك اللي كنسميوها الحريق، السرقه، الكسر الزجاج، هادو راه كل واحد كيدير الثمن ديالو، عنده دراسات بناء على دراسات اكتواريه ديالهم هما، ديال مدى احتمال توقع او وقوع الخطر بالرجوع الى سنوات ماضيه. عندهم واحد الوعاء، واحد قاعده معلومات وكيحسبوا عليها. هذا بالنسبه للضمانات التعاقديه. اما بالنسبه للمسؤوليه المدنيه فجميع الشركات كتلقى نفس المبالغ، الا بعض الفرق اللي هو بسيط، غير باش نتملصوا من السقوط تحت طائله قانون 104/12. وبالضبط المخالفه اللي كينص عليها الفصل اللي قريت قبيله، الماده شنو الماده 6 قريت، والماده 75. وملي نساليو من التامين عاود نمشيو للبنوك، نشوفوا البنوك عاوتاني واش حتى هما كاين التنافسيه الحره، لانه هذا القانون جا باش يعطي للمستهلك الحريه باش يختار فين ما بغى يمشي، ولكن بناء على ماذا؟ بناء على اختلاف في الاثمنه. وهنا فين المستهلك تعاقب المورد، تعاقب شركه التامين ولا تعاقب البنكه ولا تعاقب شركه المحروقات باش كيختار هو اللي بغى. اذا ملي كيكونوا الاثمنه الحره كيبداو يتنافسوا الشركات بيناتهم، وملي كيتنافسوا كيبقاو دائما يهبطوا باش يغريو المستهلك. وهنا المستهلك هو المستفيد، كيلقى الثمن المناسب اللي كيمشي مع الميزانيه ديالو. ولكن ملي كنجيو نلقاو اتفاقيات ضمنيه ونلقاو الاتفاقيات الضمنيه انا ما عنديش دليل عليها، انا الدليل الوحيد اللي عندي هي قرينه وجود الاتفاق الضمني. علاش؟ لان كنت نشتغل في حياه سابقه في التامين، وكنت نشوف في شركه التامين هادشي هذا، ومازال هادشي هذا اليوم واقع. هي قلت كنديروا فرق ديال بعض الدرهمات باش نقولوا راه حنا ما حنا ماشي نفس الثمن، ونفس الشيء بالنسبه للبنوك. اذا كان هذا الاتفاق الشركات المستهلكين ما عنده فين يمشي. عنده 5 ولا 6 ديال شركات التامين ما عندوش فين نفس الاثمنه، عنده 6 ولا 7 ديال البنوك ما عندوش فين يمشي، عنده 9 ولا 10 ديال شركات المحروقات ما عندوش فين يمشي. متفقين على الاثمنه، ايوا ديروا بينا اللي بغيتوا، وزيدوا كملوا علينا بالبطاطا وخيزو ومطيشه ولاريكو والقرعه. واش القرعه 25 درهم؟ واش هذه مقبوله عندنا القرعه ب 25 درهم؟ وغدا ان شاء الله نهضر على المعلومه ديال هذه القضيه القرعه، شنو يمكن الدوله دير فيها واللي ما دارتوش الحكومه. كان يمكن لها تدخل الحكومه، الاداره المسؤوله على القطاع، يمكن لها تدخل وما تدخلاتش. فيا ريت مجلس الحكومه، مجلس المنافسه،
ينوض يشوف لنا البنوك واش كاين شي تنافسيه حقيقيه ولا ما كايناش، وشوف لنا شركات التامين، وشوف لنا الهاتف النقال، المتدخلين في الهواتف، في ما هو التواصل عبر يعني تليفونات اسميتهم المتدخلين اللي كاينين في السوق ايضا، هادو يشوفوا تما واش كاينه التنافسيه الحره ويطبقوا القانون باش على الاقل يخفوا شويه على المستهلك، ويلقى راسو كيتسالى من هذه الشركه مشي لهذه الشركه ويتفشش عليهم المستهلك. اليوم ما عندوش فين يتفشش المستهلك، ما عندوش فين ما مشى كيلقى نفس الاثمنه. اذا كيعطيهم راسو اش كدير؟ اعطي راسك للحجام وخليه يدير فيك ما بغا، ما عندكش فين تختار. ويا ريت يا ريت من بعد هذه المبادره اللي خدات لجنه المنافسه اللي يعني قالها العماش احسن من العمى، اللهم شي حاجه بحال هكا نسي شويه نقولوا راه تحرك. يا ريت الهيئه اللي كتعلق بحمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي نوض تدخل وتورينا شنو كدير. واش عيب الله كتكون جالس في التليفونات ديالك ويجيوك رسائل؟ واش هاد السوق فوضى؟ واش هاد المعلومات ديالك الخاصه ذات الطابع الشخصي فوضى اللي جا كيبيع ويشري فيها؟ حتى كيلقى كتجيك رسائل ديال الاشهار. اش كدير هاد الهيئه؟ وشوفوا الهيئه ديال مناهضه الرشوه اش كدير هاد الهيئه؟ كاين شي هيئات سبحان الله يعني منصبين المسؤولين وكاين عندهم تبارك الله عمارات من داك الشيء رفيع والسيارات، ولكن عطيونا النتائج. شنو جبتي لي انا كمواطن؟ اشنو جبتي لي؟ مازال الرشوه قهراتنا الرشوه، فين ما مشيتي مازال الرشوه. اشنو دارت هاد الهيئه ديال الرشوه؟ ان هاد الهيئات راه خصهم هما براسهم خصهم مراقبه، وماشي مراقبه ديال المجلس على الحسابات، ماشي حتى من ناحيه الفلوس، ماشي تدبير المال العام، لا، من ناحيه النجاعه، من ناحيه الفعاليه، من ناحيه التدخل في الميدان، من ناحيه تاثير وجودها تلك المؤسسه على المواطن، على حياه المواطن الكريمه، على ارتياح وسعاده المواطن، على رضا المواطن، لا في الرشوه ولا في المعطيات الخاصه ولا في المنافسه ديال التامين ولا البنوك ولا المحروقات.